بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. هشرح لكم في الفيديو دوت ازاي نعمل صفحة على الفيسبوك او فان بيج. آه هي طريقة بسيطة وسهلة جدا، اكيد حاجة مجانية ممكن اي حد يعملها. هنشوف في الفيديو دوت ازاي ممكن نعملها. هندخل على الفيسبوك عادي، نكتب سلاش pages pages، هندوس انتر، ندخل على الصفحة. هيجيلنا هنا هنقول له create a page، بيفتح لنا الصفحة دي. فيها مجموعة خيارات احنا ممكن نختار ما بينها على حسب احنا عاوزين نعمل الصفحة دي بتاعت ايه. لو انت هتعمل الصفحة دي حابب تعملها لشغل او بيزنس او الكلام دوت، انت بتدوس هنا وبتختار يعني ايه نوع الصفحة او هي بتاعت ايه بالظبط، مثلا زي بيزنس، تعليم، حاجة تعليمية، حاجة مطاعم، مش عارف، هوتيلز، يعني فنادق. تختار الحاجة اللي انت عاوزها والكاتيجوري اللي انت عاوزه، وبتكمل طبعا البيانات هنا، الاسم، الصفحة، والعنوان، المدينة، والرمز البريدي والكلام دوت. وطبعا ممكن نختار من الفئات الكتير اللي هنا. لو مثلا عاوزين نعملها صفحة ترفيهية، برضو بنختار ايه السياق اللي هتمشي فيه الصفحة، كتب، مكتبة، أفلام، يعني whatever أيا كان الاختصاص فيها. لو انت مش عندك اختصاص معين، احنا ممكن نختار اللي هي ديت cases or community. عادي، بتعملها صفحة عادية جدا خالص، مفيهاش مش محددة المجال تماما. احنا مثلا هنسمي الصفحة دي صفحة تجريبية، وهنقول له I agree اللي هو الشروط. انا انصح طبعا الجميع ان هو يقرا الشروط والحاجات دي كويس جدا. لو في مشكلة في اللغة احنا ممكن نغير اللغة من تحت، من من الاوبشن اللي هنا، ونختار اللغة العربية او اللغة اللي احنا عاوزينها اللي هي اسهل. وبعدين نرجع نقول له get started او ابدأ في انشاء الصفحة. هو فورا بينقلنا للصفحة. هنا بيقول لنا في الخطوات اختار صفحة، اختار صورة للصفحة. بنختار الصورة، اما نعملها ابلود من الكمبيوتر عادي، او من اذا كان عندك رابط مباشر للصورة تقدر تختاره هنا. لكن انا هعملها ارفع صورة عادية من الكمبيوتر، اي صورة يعني. طب انت تكون مصمم للصفحة صورة والكلام دوت، فهو بيرفعها حالا وهيبتدي ينقلنا على الخطوة التانية. نقول له نيكست. هنا في الخطوة دي هو بيطلب منك وصف للصفحة بتاعتك، هي عبارة عن ايه، او كلمات قصيرة احنا ممكن نحطها بأي وصف يناسب الصفحة اللي احنا هنعملها. انا مثلا هكتب له ايه، صفحة للشرح عليها. هنا لو عندك ويب سايت او موقع، او عاوز تحط لينك البروفايل او لينك التويتر بتاعك او لينك يعني اي رابط انت حابب تحطه، اوكي ممكن تحطه هنا. وهنا الاوبشن ده بيقول لك انت عاوز يعني، او الصفحه دي بتمثل منظمه او حاجه رسميه او الكلام ده، او حدث او الكلام ده. طبعا على حسب انت هتعمل صفحه ايه، لكن غالبا هي هتبقى لا، انت مش هتمثل منظمه او حاجه. فانت هتقول له نو، تقول له سيف انفو. هينقلك على الخطوه اللي بعدها. بيقول لك انت حابب تعمل اعلان للصفحه بتاعتك دي على الفيسبوك. طبعا الاعلانات دي بتبقى مدفوعه، يعني انت تدفع لهم فلوس وهم يقدموا لك خدمه الاعلانيه. فانت لو عاوز تقدم او يقدموا لك خدمه الاعلان المدفوعه دي، انت بتقول له enable ads وبتكمل في الخطوات. لكن غالبا احنا مش هنعمل اعلانات دلوقتي، فهنخليها خطوه بعد كده. فهنقول له skip. طبعا بيديك الصفحه، بيعمل لك الصفحه فورا. انت كده انتهيت من عمل الصفحه، لكن هنتكلم في شويه تفاصيل فيها وشويه اجزاء احنا هنبتدي بيها. هنا بيقول لك اعمل لايك للصفحه، يعني انت اعمل لايك فيها. فبتقول له لايك. وهنا انا مش عارف دي ليه جايبها في الجنب كده، لكن هو بيشرح لك هنا في ايه. برضه هنا مش مظبوطة، لكن انا هشرحها لكم على طول.
هنا بيقول لك شير او اكتب اي حاجة انت عاوزها. هنقول له اوكي مثلا، بسم الله الرحمن الرحيم. هنقول له بوست. هنا في الجزئية دي نيو لايكس او المعجبين الجدد، بيجيب لك اي شخص اشترك هنا حديثا. اي حد بيعمل لايك للصفحة بيجيبه لك هنا، آه بيحط لك الشخص دوت بروفايل والكلام دوت. هنا بيقول لك الاحصائيات بتاعت الصفحة دي، ايه اللي حصل فيها، او يعني او مين اللي اشترك جديد ومين اللي عمل، او نسبة تفاعل الصفحة ازاي والكلام دوت. هنا بيقول لك الاحداث اللي بتحصل في الصفحة، مين عمل لايك للبوست الفلاني، مين عمل كومنت، مين عمل يعني مين علق او كده والكلام دوت. هنا الرسائل اللي بيبعتوها الاعضاء على الصفحة، اي حد بيبعت لك رسالة للصفحة انت بتقدر تشوفها من هنا. فاحنا هنشوف دلوقتي اهو، قال لنا اول نوتيفيكيشن او اول حاجة ان احمد ماستر عمل لايك للصفحة. وهنا برضو جاب لنا النيو لايك او المعجب الجديد للصفحة، جابها هنا. هينقصنا دلوقتي ان احنا نعمل لها كفر، نعمل الصفحة كفر. ممكن تشوز من الالبومز اللي احنا رفعناها، او نعمل ابلود مباشرة من الكمبيوتر. فانا مثلا هخليها نفس الصورة وليكن على سبيل الشرح. وطبعا ليك الحرية في اختيار صورك او اختيار الصورة المناسبة لصفحتك. فاحنا هنا ممكن بنظبط شكل الصفحة، فاحنا هنخليها كده ونقول له سيف تشانس، احفظ تغييرات. كده تماما احنا انتهينا او تقريبا انتهينا من شرح كل حاجة في الصفحة او الحاجات المبدئية اللي في خطوات عمل الصفحة. والصفحة دلوقتي جاهزة حالا لانك تدعو ليها اصحابك والكلام دوت، بان انت ممكن تعمل هنا invite friends او تعمل لهم invite على الايميل. ومن هنا ممكن تعمل شير للبيج عندك في التايم لاين او البروفايل عندك، تخلي اصحابك يشتركوا فيها. بكده تقريبا انتهينا من الخطوات اللي احنا هنعمل بيها الصفحة، وتبقى جاهزة تماما لان انت تبدأ تكتب المنشورات بتاعتك. وبالتوفيق للجميع.